يسعد صباحكم أو مساكم أينما كنتم. أنا رفيق عادل وأنتم بتتابعوا برنامج أصل الحدوتة. خرجت أصوات كتير بتتكلم عن إمكانية تحقيق السعادة وتوفير فائض من الغذاء والحياة الآمنة، وده عن طريق القضاء على 7 مليار نسمة من سكان الأرض والإبقاء على مليار واحد فقط. والموضوع يبان لداعميه إنه بسيط وسهل الاستيعاب، لكن طبعا بالنسبة للشعوب يبان مرعب ومقبض ومخيف. وكل ما الوقت بيعدي والكلام في الموضوع ده بيزيد والفيديوهات بتزيد، خوف الناس بيزيد. العمر مش بعزقة وحياة الإنسان غالية عليه قوي. فنجان البن المتين، ويلا نعرف الحدوتة سوا. نظرية مشروع المليار الذهبي اللي ظهرت على سطح الأحداث في الفترة الأخيرة بتعد من أغرب وأخطر النظريات الكونية. والنظرية بتتبنى فكرة القضاء على شعوب دول العالم الثالث وحط تحت العالم الثالث مليون خط في مقابل تحقيق الحياة الآمنة والسعيدة للشرائح الأغنى والأطهر والأنقى زي ما بيوصفوهم. في سنة 1900 الفنان الفرنسي جان مارك كو ومعاه مجموعة تانية من الفنانين الفرنسيين أسسوا مشروع فني اسمه فرنسا 2000. وكان المشروع ده بيقوم على تجسيد تخيلهم وتصورهم للحياة في فرنسا سنة 2000 عن طريق الفن التشكيلي. والحقيقة إنهم أبدعوا ورسموا رسومات لحاجات بتطبق في الوقت الحالي. يعني مثلا رسموا طيارات وأماكن تدار بالكهرباء، وفكرة الموبايل نفسها اترسمت كمان وحطوا فيها كمان، وآلات زراعية حديثة وحاجات تانية كتير كانت غريبة على الوقت اللي هم عايشين فيه سنة 1900 بالتحديد. الناس بصراحة كان عندهم بعد نظر. من ضمن خطوات المشروع كان حلول السلام العالمي سنة 2000، وإن البشرية هتقدر تحل مشاكلها وصراعاتها بشكل ودي. جهزت فنجان البن؟ يلا بينا. حدوتتنا النهارده بتبتدي في القرن ال 18 وبالتحديد سنة 1798 لما الخبير الاجتماعي والاقتصادي توماس روبرت مالثوس نشر كتاب اسمه مبدأ السكان. الكتاب ده قال إن زيادة عدد السكان الغير منضبط على الأرض هيؤدي في يوم من الأيام لانتشار الجوع، وده عشان عدد سكان الأرض بيزيد بمتوالية حسابية سريعة: 1 2 4 8 16 32 كل ربع قرن تقريبا. في نفس الوقت إن موارد الأرض بتقل بمتوالية حسابية بطيئة: 1 2 3 4 5. الكلام ده طبعا كان معناه إن المستقبل بيحمل كارثة هتأثر على الجنس البشري كله، وممكن في النهاية تتسبب في سقوط مجتمعات ودول بالكامل عشان محدودية الموارد على كوكب الأرض. اللي قال برضه في كتابه إن هي ما تكفيش غير لمليار شخص فقط. وقال كمان مالتوس في كتابه إن مع ندرة الموارد وزيادة عدد السكان بالمتوالية الحسابية اللي قال عليها، هيبقى في المستقبل حروب وصراعات على الغذاء. وكانت أول مجاعة في أيرلندا سنة 1845 لسنة 1852 لما كانت تحت الحكم البريطاني، قعدت 6 سنين. مين هو تشارلز ترافليان؟ ترافليان كان مسؤول حكومي ومدير استعماري بريطاني الجنسية. في شبابه اشتغل في الحكومة في كلكتة في الهند لما كانت تحت الحكم البريطاني. اتدرج في المناصب لحد الخمسينات والستينات من القرن ال19 لحد لما وصل مساعد للحكومة البريطانية في المستعمرات. كان ترافلين بيشوف ان المجاعة هي نوع من انواع العقاب الالهي ووسيلة لتحقيق الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي. وفي رسالته المشهورة اللي كتبها سنة 1846: المجاعة مش كارثة، دي وسيلة من الله لمعالجة المشكلة. لازم نعتمد على العناية الإلهية اللي بحكمها اللامتناهي حطت المجاعة كعلاج قاسي لكنه فعال لحل مشكلة الزيادة السكانية. وبما إن الجوع كافر وبتقوم بسببه حروب ما بين الدول، والحروب بتجيب صراعات والصراعات بتجيب فقر اقتصادي، فهنفضل كده نلف في دايرة مفرغة وملهاش نهاية. أصل مالتوس قال الكلام ده من قرنين لما صوت وقال إن في أزمة غذائية كبيرة هتحصل في العالم، وساعتها كان عدد سكان الكوكب مليار. وبعد الكلام ده ب100 سنة أصبح عدد سكان الكوكب مليار و700 مليون. الأدهى والأنقح إن إحنا في سنة 2000 وصلنا ل6 مليار و100 مليون نسمة، ومن 2000 يعني من 24 سنة نطينا ل8 مليار و100 مليون. في خلال الفترات دي مرت على العالم وعلى الكوكب والأرض مجاعات كتير، من ضمنها مجاعة روسيا اللي أودت بحياة 5 ملايين نسمة، مجاعة الشام 1915، مجاعة البنغال سنة 1943 كانت في غضون الحرب العالمية الثانية، وكان السبب الرئيسي فيها
هو توقف صادرات الأرز بعد ما سقطت ميانمار وسنغافورة في إيدين الجيش الياباني. لا مش كده وبس، ده حصل إعصار في أكتوبر 42 أدى لإتلاف المحصول الخاص بالرز كاملا. المجاعة دي راح ضحيتها 3 مليون نسمة. مجاعة المغرب سنة 1944 ودي كان العامل الرئيسي فيها الاستعمار الفرنسي. مجاعة فيتنام سنة 1945 اللي أودت بحياة مليون شخص، والعدد ده كان بيمثل ساعتها 8% من إجمالي السكان. مجاعة الصومال سنة 92، مجاعة السودان سنة 98، وفي وقتنا الحالي المعاصر مجاعة غزة من سنة 2023 لحد يومنا النهاردة، مع الحصار اللي حصل عليها وعدم دخول المساعدات بشكل منتظم. المشروع بيستند على إحصائيات بتقول إن عدد سكان العالم من يوم خلق أبونا آدم عليه السلام لحد سنة 1900 كان عددهم مليار نسمة، لكن في خلال 150 سنة اتضاعفوا 2.5 يعني فوق 2.5 مليار نسمة، وبعد كده رجعوا اتضاعفوا 3 مرات تاني لحد لما وصلنا النهاردة 8 مليار بني آدم على الكوكب. وحاليا احنا في طريقنا لكوارث كبيرة بسبب نقص امدادات الغذاء لبعض الاماكن وبعض الدول وعدم كفايتها لعدد السكان. ولو الوضع ده استمر كتير هتحصل مجاعات، بالتالي هيحصل حروب، بالتالي هيحصل صراعات، بالتالي هتلاقي زراير بتداس والنهاية جت، ومفيش شعب من شعوب العالم هيعيش في سلام او راحة بال. وكل ده بسبب الزيادة السكانية. كنا ممكن نعتبر ان كل اللي قلناه في الاول ده مجرد هري او نظريات مؤامرة او ناس بتقول اي كلام. ابتدي ركز معايا كويس. لما الحرب الروسية الاوكرانية تفاجئنا باللي ما كانش ممكن نتخيله في يوم من الايام، واكدت لنا ان الموضوع حقيقي باكتشاف وزارة الدفاع الروسية عدد من المختبرات الجرثومية في اوكرانيا. ايوه زي ما بقول لك كده. طب ده معناه ايه؟ معناه ان في ايادي خفية بتستعد لشن حرب جرثومية على العالم، لان الجراثيم والاوبئة والفيروسات وطرحها وبثها في العالم هي اسهل طريقة ممكن تقضي بيها على عدد كبير من السكان. وده اللي قالته روسيا قدام مجلس الامن، وجود شبكة امريكية خطيرة من المختبرات، اكتر من 30 مختبر بكتيرولوجيا وبيولوجيا في اوكرانيا بس، وان امريكا بتمتلك 140 حاوية لمواد جرثومية خطيرة في اوكرانيا اتولدت عن طريق الطيور والخفافيش. حط تحت الخفافيش دي مليون خط، هنجيلها في اخر الفيديو. واكدت روسيا كمان ان امريكا طورت متحورات بيولوجية وفيروسية لنشر الامراض الفتاكة باستخدام الطيور المرقمة اللي تقدر تبعتها لاي بلد هي تحددها، وكورونا كان من ضمن المتحورات دي. واكدت وزارة الدفاع الروسية انها قبضت او مسكت او تحصلت على عدد من الطيور المرقمة اللي بتحمل فيروسز. وبكده تقدر تقول ان التنفيذ شغال وبسرعة. اوعى تفتكر ان الاحداث اللي مرت على العالم في فترات سابقة ما كانتش مقصودة. بكلمك عن الحروب الخارجية والداخلية والصراعات، حرب عالمية اولى وحرب عالمية تانية اللي حصدوا اكتر من 90 مليون نسمة، والحصار والمجاعات والكوارث واللي كنا فاكرينها طبيعية، بس اكتشفنا مؤخرا ان هي مقصودة وبفعل فاعل. زي الزلازل المدمرة اللي ضربت بعض المناطق منها المغرب وتركيا وسوريا وحصدت آلاف الأرواح، واللي بتلقي الاتهام على مشروع هارب الأمريكي، هنجيله في حلقة تانية لوحده. وطبعا الأوبئة والأمراض، خد عندك الإيدز مثلا اللي قتل في 44 سنة 35 مليون شخص. طب ايه رأيك ان مرض قاتل زي السرطان اللي ملوش علاج خرجت نظريات وبتأكد انه ليه علاج وسهل وبسيط ومش مكلف، لكن طبعا في تعمد ان الشريحة الكبيرة دي من المرضى ما تلاقيش العلاج. عشان كده علاج السرطان ربنا يحفظنا الجرعة منه بتوصل لآلاف الدولارات. وهنا بيتحقق مؤامرتين من أقذر المؤامرات في الدنيا. المؤامرة الأولى مليارات الدولارات بتصب في جيوب شركات الأدوية، والتانية حصد عدد كبير من الأرواح معظمها مش قادرة تدفع من دول العالم الثالث. وبالمناسبة في نظريات بتقول إن مرض السرطان مصنع وإنه ما كانش موجود في مومياوات المصريين القدماء، لكن لحد النهاردة مفيش تأكيد على صحة النظريات دي. اوعى تفتكر إن الأوبئة قضاء الله وقدر، مش قدر مفتعل عشان تجرف لها كام مليون في وشها زي كورونا اللي أكد مئات الباحثين إنه وباء مخلط ومصنع. وروسيا أكدت ده بكشفها مختبرات في أوكرانيا لتوليف وتهجين الفيروسات. عشان كده ما كانش غريب إن كورونا يتبعت للصين، أكبر عدد تجمع سكاني في العالم،
عايزك تاخد بالك ان الموضوع ما وقفش عند الوباء وحصد ملايين الارواح، لان في نظريات وابحاث بتاكد ان اللقاح اللي وزعوه على دول العالم كوقاية من فيروس كورونا كان لقاح لتقليل الخصوبة وتخفيض النسل. فكورونا هي البداية. ممكن ترجع لتصريحات تيدروس رئيس منظمة الصحة العالمية اللي قال وحذر من وباء قريب في الأفق. لكن للأسف قبل ما تتحقق النبوءة اللي قال عليها تيدروس كان الاكتشاف الروسي فضحهم.